السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في وصفاتك مع روبي. دي قناتي، يا رب تعجبكم بكل وصفاتها. أتمنى منك لو عجبك فيديوهات ليا وعجبك المحتوى بتاعي ما تنسيش السبسكرايب واللايك والشير من فضلكم علشان نكبر مع بعض، ويا رب وصفاتي تعجبكم. يلا بينا نبدأ الوصفة. النهاردة إن شاء الله عاملة لكم ريفيو عن قلاية التيفال الإكس لارج. دي اللي هي الدرج واللي هي اليدوي مش الديجيتال. هقول لكم النهارده تطلعوا منها ازاي شويه اكل حلوين جدا من غير ما يجلد وبكل سهوله. حاجه وبالذات البتنجان، ناس كتير قوي بتشتكي ان هو بيطلع مجلد او شارب زيت، يا اما ناشف يا اما طعمه متغير خالص. انا دلوقتي هقول لكم دي القلايه بتاعتي اهي. اول حاجه هظبط درجه الحراره على 200 اهي. تمام، دي كده درجة الحرارة. ومن هنا من القرص ده هعمله بالظبط على 10 من 10 ل 13 دقيقة حسب الكمية. وانصحكم طبعا ما تحطوش كميات كبيرة قوي. دي حاجة. تاني حاجة شغلت القلاية دقيقتين علشان تسخن، وده اهم اسباب نجاح اي وصفة انت بتعمليها في الاير فراير، ان انتوا تسخنوها قبلها بدقيقتين. هنا بقى عندكم حلين: يا اما هتجيبوا بخاخ زي اللي انا جايباه ده كده وتحطوا فيه الزيت وترشوا كل البتنجان، تغلفوه كله بالزيت، ما تسيبوش حاجه الا يا اما يكون فيها زيت. يا اما لو مش عندك البخاخ ده هتجيبي طبق زي ما انا عملت كده، وهتغطسي قطعه البتنجان زي ما هي، وما تقلقيش خالص خالص. كل الزيوت دي هتنزل في الدرج بتاعها، ما تقلقيش خالص. بس جربي بطريقتي دي وهتدعوا لي، لان ناس كتير جدا يا جماعه بتشتكي من ان الاير فاير بتنشف الاكل وبتاع. لا، انتوا استعملوها صح. هنا حطيت البتنجان بتاعي، بصوا ما شاء الله حلو جدا جدا. عايزه اقول لكم محتفظ بالسوائل اللي جوه الطري، بس انا بحب اديله لون اغمق شويه من الدرجه دي، وانتي زي ما تحبي يعني. بس وسبته كده يكمل مع نفسه. احنا كده كده كانت قربت تخلص خلاص ال 13 دقيقه بالظبط اللي انا حطاهم للبتنجان. بصوا البتنجان هنا طلع عامل ازاي، بصوا لونه ما شاء الله حلو جدا 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 يعني. نديله برضو كده تغميقة كمان عشان بس اثبت لكم ان هو مش هيطلع مجلد ولا في اي حاجة. هنا خلاص يا حلوين، انا بحب البتنجان يوصل للمرحلة دي. وعملت معاه فلفل، عايزة اقول لكم والله تحفة، يجنن. شايفين حلو ازاي؟ جميل جدا عايزة اقول لكم والله. وما فيهوش اي تجليدة ولا في اي حاجة. بصوا الفلفل، عايزة اقول لكم بقى المسقعة يعني كل اكل يتعمل في ثواني يعني. ما تنسوش بقى واحنا بنتفرج كده تحطوا اللايك وسبسكرايب واشتركوا في قناتي تنوروني، وكمان تفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. هعمل هنا كمان ايه، كنت هعمل فتة، فبدل بقى محمر على البوتاجاز واحط بقى حاجات كتير كده، لا عملت برضو كنت مقطعه العيش بتاعي بالمقص زي ما انتم شايفين تقطيعة الفتة، وهرشه بخيتين 3 كده بس بالزيت. شايفين؟ بس هي البخاخة بتاعتي ضعيفة شوية، فبد ايه بحاول اغلفه كله شوية بالزيت اهو. هرجه كده علشان انا عايزه العيش برضو يبقى كله متغلف بالزيت. وما تقلقوش يا جماعه، انتوا هتشوفوا العيش دلوقتي والله يعني بسم الله ما شاء الله طالع حلو جدا وما فيهوش نقطه زيت. هتشوفوه معايا دلوقتي. حطيته برضو اهو على 10 دقايق ودرجه حراره 200. بصوا العيش، شايفين؟ يعني بسم الله ما شاء الله ما خدش وقت خالص. كنت بعمل حاجه تانية كانت هي خلاص خلصت اهو، ما فيهوش اي نقطه زيت خالص. نركنه هنا بقى في الاير فراير لحد ما نخلص بقية الفتة بتاعتنا. حلوة قوي، وجربوا بطريقتي دي والله يا جماعة احسن بكتير قوي من ان انتوا تكتروا زيت او ان انتوا تعلوا الحرارة. لازم تحطوا زيت تبقى متغلفة عشان تطلع جوسي معاكي وجميلة يعني. هنا كمان انا قلت احمر اللحمة برضو. اللحمة دي مسلوقة عادية جدا نفس الطريقة يا جماعة للفراخ برضو. هديها برضو كده كام بخة من الزيت، او لو ما عندكيش برضو تقدري تجيبي الفرشة السيليكون اللي هي بتاعة الزيت وتمسحي كده اللحمة بتاعتك وتحققيها عادي بالفلفل بالفلفل الاسود والملح اهو. وبرضو القلاية بتاعتي سخنة زي ما قلت لكم. اهم حاجة ان انتوا تسخنوها قبل اي حاجة تعملوها يا جماعة، تسخنوها من دقيقة لدقيقتين ضروري. الخطوة دي بتفرق جدا جدا، لان الحاجة بتنزل اول ما بتدخل بتاخد صدمة، فبالتالي بتحتفظ بالعصارة اللي جواها، فمش بتجلد ولا بتعمل اي حاجة اهو. برضو حطيت العيش بتاعي اللحمة سوري على 10 دقايق. بصوا
ما شاء الله، شايفين طالعه عامله ازاي؟ ومن وقت للتاني كده تفتحي الدرج وايه، وتقدري ان انتي تقلبيها علشان برضو تحمر من كل الجوانب. شايفين؟ انا بس مجربه في كميه قليله علشان الباقي بيحبوا مسلوق يعني. بس كده. ثواني بقى نفضي كده تشوفوا عشان تشوفوا اللون اوضح يعني. اهو. سهله وما خدتش وقت وحلوه جدا. جربوها وان شاء الله هتدعولي. هنا بقى كنت حاطه الممبار ده مسلوق، بس معلش نسيت احط لكم المقطع. بصوا الكميه قد ايه، بسم الله ما شاء الله. حلو جدا جدا. انا هنا الممبار عملته بالطريقه العاديه ونزلته على القناه، لو حابين ترجعوا له هتلاقوه ان شاء الله عندكم على القناه بطريقه حلوه جدا. حطيت الممبار المسلوق بتاعي وبرده بخيت كده، كان بخه من الزيت. واديت له كده شويه كمون بقى وفلفل اسود وشطه. واقول لكم قرمشه ما حصلتش وطلع وهمي. اتمنى تجربوه وان شاء الله يعجبكم.